كتاكيتي الحلوين الصغيرين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا الايام دي داخلين على سنة دراسية جديدة، واتمنى كده ان انتوا تكونوا جاهزين وموفقين في كل خير يا رب. احنا هنبتدي مع بعض النصف من تمهيدي من اول الحروف من الالف للياء، وبعد كده هنكمل باذن الله. لو عجبكم الفيديو ان شاء الله يا ريت تعملوا لنا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد ان شاء الله هينزل على الصفحه، سواء ليا او لبقيه زمايلي من المدرسين. ويا ريت كمان تعملوا لايك على الجروب بتاعي على الفيسبوك وعلى صفحتي الشخصيه. طيب النهاردة ان شاء الله هنبتدي بإذن الله بحرف الألف. حرف الألف حرف وحيد ملوش اخوات، يعني واقف لوحده كده. حرف الألف دايما الحرف اللي بيساعد كل الحروف، كل المشاكل والحاجات الكتير اللي بتقع فيها، ودي هنعرفها بعدين لما نخلص الحروف. هتعرفوا ليه انا في الحلقة الأولى قلتلكوا حرف الألف هو الحرف اللي بيحل المشاكل، هتفهموا ليه الكلام ده. طيب حرف الألف يا ولاد بيقول لكم أغنية حلوة قوي 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 قوي، بيشرح فيها نفسه عشان هو حرف جميل وشايف نفسه كده أمور وشيك قوي، فعامل أغنية حلوة كده بيشرح فيها نفسه. بيقول ايه؟ أنا الألف شكلي جميل ومختلف، أنا الألف شكلي جميل ومختلف، عندي عصاية طويلة وعندي همزة جميلة، عندي عصاية طويلة وعندي همزة جميلة. حرف الألف في الأغنية دي ولاد بيشرح لكم شكله، بيقول لكم أنا عندي عصاية طويلة وعندي همزة جميلة مخلية شكلي شيك وأمور. الهمزة دي ممكن تيجي فوق الحرف وممكن تيجي تحت الحرف على حسب الكلمة. طيب تعالوا كده بقى يا ولاد نشوف كده ايه أصدقاء حرف الألف. أصدقاء حرف الألف ممكن يكونوا ايه؟ ممكن يكونوا أرنب، ممكن تبقى إبرة، ممكن تبقى أسد، ممكن تبقى إبريق، ممكن تبقى أحلام، أحمد، أيمن، أماني. حرف الألف عيلته كبيرة وأصدقائه كتيرة أوي 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 أوي، كلهم بيحبوه عشان هو حرف جميل وشيك. طيب يا مس إيمان ممكن تقولي لنا نكتب حرف الألف إزاي؟ هقول لكم يا ولاد حرف الألف يكتب إزاي. حرف الألف عبارة عن عصاية طويلة واقفة على السطر، فوقيها بس مش فوقيها لازقة فيها، يعني بنسيب مسافة صغننة كده، عصاية نايمة منا فوقيها حرف السي صغنن. يبقى احنا كده عملنا حرف الألف، العصاية والهمزة. طب الحرف ده بيتنطق ازاي؟ نطق ألف ألف كده يا شباب. يبقى خلصنا تسجيل حرف الألف، وإن شاء الله هنكمل بقية الحروف، وهنبقى نعمل فيديوهات كده في النص إن شاء الله بإذن الله، نصايح للمامز ازاي يتعاملوا مع الأطفال وازاي يساعدوهم إن هم يذاكروا ويشجعوهم على حب المذاكرة، يشجعوهم إن هم يقعدوا كده يركزوا ويبقوا حابين اللي هم بيعملوه، ويعملوا لهم شوية أنشطة تفاعلية في البيت. وربنا المستعان يا رب، والتوفيق للجميع. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.